السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا حبايب قلبي، النهارده عندي فرح كده، فهعمل ايه؟ الاكله السريعه اللي بعملها في كل مره. كل ما يبقى عندي فرح البنات اعمل لكم ايه غدا، يقولك لا ما تتعبيش نفسك يا تيتا، اعمل لنا ايه؟ السندوتشات اللي بتعملها لنا. اتفرجوا بقى معايا في السندوتشات الحلوه دي، حاجه سريعه كده وجميله. بقطع فلفل الوان، فلفل اصفر وفلفل احمر وفلفل اخضر، اللي عندك اعمليه. على كام بصلايه كده بتقطعيهم جوانح و... وبس. وتبصي تلاقي بقى تحطي ايه دلوقتي ان شاء الله كده. تبتدي بايه؟ تحطيه على النار، هوريكي. وطبعا انا جايبه نص صدق، وهعمل السندوتشات الجميله الحلوه دي عشان تبقى سهله وبسيطه علينا. اهو بص، بقطع كده الفلفل اهو وتنضفي الحته البيضه دي، متبقاش ليها اي لازمه. يعني اي لازمه دي حقيقي فعلا ما تبقاش يعني ولا طعم ولا شكل، فهي بتتشال وخلاص. وتقطعي الفلفل حلو قوي كده. بصوا احنا عندنا لوجين ما بتحبش الحامي، فانا خدت كده حته صغيره حاميه صغيره خالص، هي ما تحسهاش. وكفايه الفلفل الاسود عندي بيبقى طازه وحامي، فبستكفى بيهم بصراحه. كده دخلت اهو على البصل، بقطعه برضو جوانح جوليان كده، يعني حاجه كده خفيفه كده، في سبيل ما ياخدش برضو ايه سوا، بس يعني جامد. وكله بقى كده هيبقى ايه دلوقتي، تشوفوا الطريقة وسهلة وبسيطة وحاجة خفيفة. ودي اعمليها في اي حاجة. بصي، عايزة تجري على الشارع على طول تعملي اي حاجة، ما تاخدش معاكي نص ساعة. ممكن وانتي بتحطي سفرتك او طبليتك او ترابيزتك بتعملي الاكلة دي، عمال ما بتجمعي عيالك يكون خلصت. طبعا ممكن تعملي شوية مكرونة، ممكن تعملي حبة رز، على حسب بقى يعني بتحبوا ايه. طبعا احنا بنستكفى بالمخلل، فطلعت بصل مخلل كده جميل ولونه حلو كده. فقلنا الحمد لله على كده، وعملنا السندوتشات. بيبي بصي كده، اللي هي المكون السلوقي دوت، بس هما فلفل الوان وبصلتين تلاتة او اتنين على قد اللي انتي بتحبيه وبس. وابتدي بقى اللي انا ايه، هبتدي خرط دلوقتي اقطع السلوقي معاكم. بتقطعيه بس يعني عبارة عن كده ايه، يعني ينفع السندوتشات، يعني مش صباع بصبع ولا حاجة. بتقطعيه كده قطع يعني شرايح كده صغيرة. احسن حاجة تقطعي بيها الصدق المقص. ليه بقى؟ عشان لو هو طري الصدق مش متلج، من انت مش حاطاه في فريزر ولا حاجه، هيفتفت معاكي بقى وكده. فالمقص بيبقى اسهل حاجه للحاجه اللي زي كده. بصوا بقى، بنروق حوالينا الاول كده عشان نستعد له الصدق الحلو دوت. وابتدي اهو، بصوا اقطعه معاكم. اكله سهله وبسيطه وكده بقى. لو وراكي اي حاجه وراكي ده بتخلصي وغدشي برضو لقمه ايه لعيالك، حلوه وسهله. لو بتنفضي ممكن تعملي الاكله دي برضو، يعني هي ليها فكرات، حاجات كتير. لو بتنفضي بقى رايحة مشوار، رايحة عند أختك، رايحة عند قريبتك، رايحة السوق، رايحة أي حاجة، بتبقى سهلة عليكي. تعبتي من كل حاجة، حطي الأكلة دي على النار وبقى إيه، وصدقيني هتبقى حلوة ومش وحشة. لو عملتي شوية مكرونة جنبهم هيحطوهم عليها، وهتبقى برضو جميلة جدا. بصوا حبايب قلبي، أنا حطيت دلوقتي شوية زيت صغيرين، وحطيت الصدوق. قلت لو الصدوق فيه دهون هستكفى بيها، لو ما فيهوش وهيبان معايا طبعا لو نزل دهون هبتدي ما احطش تاني. انا ايه، حطيتهم على مرتين عشان لقيت الصدوق حلو ومفيهوش دهون كتير. واول ما بتنزلي بالصدوق ما بتقلبهوش عشان خاطر ياخد صدمه، ويبقى كده جواه الصوص كده وطري وحلو. ما يبقاش بقى ايه عباره عن نزلك كل تقليب 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 كده ونزل ميته ومش عارفه ايه، وما يبقى مجلد ومش حلو. اه، ما قلبتش انا غير بعد ما اخد صدمه من تحت شويه. وشوحي كده حلو قوي 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 كده. واول ما تنزلي بقى تنزلي ايه، البصل برضو بيبقى جامد سنه، وعشان ما يبقاش ني وكده فنزلت بالبصل الاول. اهو بصوا حطيت شويه زيت ازاي، عشان حسيت ان هي محتاجه قوي كمان. الصدوق ده حلو جدا، وانا جايباه من حد موثوق منه، فعشان كده قلت اجرب الاول. فانتي تعملي تست للحاجه، تحطي الاول شويه زيت، ولو نزل دهون ياما تستكفي بيها، لو ما نزلش حطي بقى بايدك، يعني ما يجراش حاجه. فمن في كل مره حطيت حبات صغيره وهطعمه بحته سمنه حلوه وخلاص كده.
ايوه بتاعت التست، 0 ايوه اديله ادي. وكله على بعضه كده، بصي على رأي سارة واديله ادي. بصوا طالما انا حطيت البصل فبحط فلفل اسود عشان تدي ريحة وطعم. وطبعا بحط ملح عشان ايه، البصلة معايا تدبل كده بسرعة بسرعة. ليه ده كله كده ايه، حبات كده ايه، ما بتاخدش وقت على النار، فتشويح يعني، عارفه اللي انت تشوحي الحاجه كده وتطلع ريحتها في قلب بعضيها، هو ده اللي انت بتعمليه. طبعا احنا كلنا شطار وجمال، بس احنا بنقول لحبايبنا كده البنات اللي هي ايه، عارفين يا بنات، البنات اللي هي لسه كده مخطوبه وعايزه تخش على جواز وتعرف لها وجبه كده تبقى عايزه تعملها سهله، حاجات كده يعني. فانا بقول لاخواتنا الصغيرين احنا كلنا شطار والله، الحمد لله يعني. اهو بصوا نزلت بالفلفل. طبعا الفلفل طالما هو كله فلفل يبقى بينزل مع بعضه، ما بتنزلش حبه حبه يعني. وما تستكتروش الفلفل ده على نص الصدق، والله كده كان مظبوط وجميل، عشان الحباش ده قطع من الصدق نفسه. يعني انت هتقولي مثلا دي مكتره فلفل او مكتره بصل، لا ده هو ما شاء الله برضو ايه، كفي بقى العيال بقى، الدنيا غاليه. وغير كده برضو بيدي طعم احلى، الحباش بيبقى ليه طعم وحاجات حلوه. صدقيني بس امشي ورايا هتكسب، اعملي اللي بقولك عليه هيبقى روعه. ما انا ايه، احط كيلو صدق واحط كام قرن فلفل وخلصت، هتلاقي نفسك ما بتاكليش حاجه ليها طعم. دي كده بقى ايه، الحباش ده كده لو خدوه على مكرونه روعه الروعه. مع كوباية الشاي بلبن أهم حاجة. وطبعا سارة بقى عملت سندوتشات من شوية كده وعلى كوباية شاي بلبن ومية مية. طب واللي بيشرب شاي سادة يشرب. محدش يشرب. لا أنا مش بعز مفيد الشاي السادة للصحة. بعد كل وجبة. مش مفيد للصحة. ما أكيد مش مفيد للصحة، بس الكيف هو بيبقى صح، تعود. أهو بصي كلها دلوقتي كده تاكل من بعضيها بقى، اللي هي الحاجات الحلوة دي. اه حطيت ربع معلقة حبهان مطحون، جايلي من بلاد بره من حبيبتي جميلة لذيذة ربنا يكرمها يا رب. كانت جايبالي قبل كده وعجبني جدا، وهي جايه قلت لها بصي انا نفسي تجيبي لي حبه حبهان، قالت لي عينيا الاتنين. راحت بصراحه ما استخسرتش وراحت جايباه. ادعوا لها يا رب كده ايه، ربنا يريح بالها يا رب دنيا واخره يا رب، ويديها الصحه والعافيه. آه. بص يا حبايبي انا كده اهو، بصي الرشه الصغننه دي كلها فلفل اسود تاني صغيره عشان الفلفل، وحبه ملح، طبعا الملح اللي انتي تحبيه على حسب اللي انتي بتحبيه، عادي تحبيه مظبوط براحتك يعني. فكده اهو، بس معلقة صغيرة كده حتة سمنة. بصي التكة الأخيرة دي بتبقى روعة، حتة سمنة بلدي كده بتستخسريش. ما عندكيش الحمد لله الصدق طبعا بالزيت روعة. بصوا حبايبي هبتدي أعمل السندوتشات. البنات مسمينها ايه سانكوتش، سانكوتش. أنا بعمل لهم السانكوتش ده كده، أعمل لهم الصاروخ ده. بصوا طبعا سارة قالت لي لا الرغيف ده كده هنمسكوه ازاي كده، لا اعملي انصص. فرحت فكاه تاني اهو معاكم. خليته بقى وبعدين كده احسن عشان تاكلها 3 انصاص وخلصت. شفت يا ساره بقول عليكي ايه. متشكرين. لا يا حبيبتي ده الدنيا ليكي كلها. دكتوره ساره ربنا يبارك لنا فيها، هي ورزينه. وعندنا لوجيا الجميله بس هي نايمه بقى دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. بصي الحباش. بصي بقى لو عملتي طبق مكرونه ابيض يا سلام، مش شرط فيه طماطم وتحطي بقى الحباش ده عليه. بصي ايوه يعني اعملي بقى نص كيلو مكرونه واغرفي لكل واحد طبق، وحطي معلقتين 3 عليه كده من فوق الوش وادي العيال. ولو عايزة برضو يعني ظبطي الدنيا حمري شوية بطاطس، بس احنا ما كانش عندنا وقت لتحمير البطاطس، كنا مستعجلين على الفرح. اهو بصوا حبايبي كده. ولا شفتوا بقى البصل ده انا كده مصوراه، بس قلت هصور بس بصل بس، ما هعمل لكم كام حاجة مع بعض كده ان شاء الله بقى انزل لكم فيديو التمليح. ما تنسونيش بقى في الايه، في اللايك والشير الكومنتات الحلوة اللي بتسعد قلبي. ولو في حاجة مضايقاكم في فيديوهاتي برضه قولولي، انا بحب الصراحة في كل حاجة. طبعا الإنسان يعني دايما خطاء يعني، فالحمد لله على كل حال، ربنا ايه يصلح ما بين ايدينا.
احنا يعني نبقى عيلة واحدة يعني. ولو عارفه لو في حد عارف بيتعمل بطريقة تانية، هو في طريقة تانية بيتعمل بيها، بس انا بحبه كده خفيف اكتر. بالذات يعني هما كانوا بيحبوه كده بقى، ويحطوه ايه، ويحطوا عليه جبنة موتزاريلا ويدخلوه الفرن. بس طالما ما عنديش جبنة فكده برضو الحمد لله يبقى جميل برضو. بس طبعين كده واعملي جنبه شوية مكرونة اتفرجي، وشوية بطاطس محمرة، يبقى يوم جميل. بصوا بقول لكم روعة روعة روعة. بصوا الجمال. عملت الأكلة السريعة كده، السندوتشات الحلوة، ولبست ورايحة الفرح. في ايه رأيكم بقى؟ هو فرح مش هقدر اصور فيه عشان هو مش قرابة قريبة يعني، فهروح بس الفرح وايه واجي بقى ان شاء الله كده انزل لكم الفيديو. فعملنا ايه، كل ما بيبقى عندنا فرح بنعمل السندوتشات الصغننة دي كده. هتشوفوا معايا الفيديو هتعرفوها ايه دي. كل فرح بعملها اسرع حاجة، احط كله على بعضه واعمل السندوتشات واديله ادي والبس وانزل. فتشوفكم على خير بقى بعد ما تشوفوا الفيديو تقولوا ايه رأيكم. شوف انا لبست كده حاجة عندي. يلا باي، السلام عليكم.